تسريبات وباكج يوم غد الاثنين اللي راح يكون باكج مفاجئ زائد كلام بخصوص تصفير الحسابات بتحديث بيس 2026. فخلي لايك وتعال اشرح لك بداية. واذا بعدك ما تعرف حسابك الاساسي اللي تعبان عليه بعد تحديث بيس 2026 راح يروحوا بشكل نهائي، وراح تقول لي ليش؟ لان اكيد اكثركم ما رابط حسابه باي دي كونامي، وهذا الشيء ضروري. فاذا بعدك ما رابطه روح اربطه، واذا ما تعرف فخليت لك الشرح كامل مكمل شلون تربط حسابك باي دي كونامي، وايضا الاجهزه اللي راح تدعم تحديث بيس 2026، وايضا اللي ما راح تدعم بشكل رسمي ومؤكد وين؟ عن طريق ضمامك بالبايو بقناتي التلي، كل ما عليك تروح تنضم. اما بخصوص باكج يوم غد الاثنين اللي راح يكون بشكل رسمي ومؤكد وراح يكون باكج مفاجئ مختص بمنتخب اليابان، مثل ما تشوفون راح يكون باكج لا اسطوري ولا خرافي بمعنى الكلمه، ونصيحه لا تفتح على هذا الباكج لانه بالايام الجايه راح تنزل باكجات اسطوريه وخرافيه. اما بخصوص الباكجات اللي راح تنزل بالايام الجايه بشكل رسمي ومؤكد وراح يكون ويانا اول باكج اللي هو يوم 9 اللي هو السبت، راح يكون باكج مختص بنادي توتنهام، مثل ما تشوفون اللي راح يكون شوي تايم وراح يكون فقط 48 ساعه وبشكل رسمي. اما ثاني باكج وبشكل رسمي راح يكون مختص بالنادي التركي، مثل ما تشوفون ايضا راح يظل فقط 48 ساعه وبشكل رسمي. اما اخر باكج اللي هو باكج تشيلسي، مثل ما تشوفون ايضا راح يظل فقط 48 ساعه. اما بخصوص الباكجات فنصيحه مني لكم لا تصرفون ولا يكونز على هاي الباكجات، لانه راح تنزل باكجات بتحديث بيس 2026 راح تكون اساطير جديده واول مره تنزل ويانا باللعبه وبشكل رسمي. اما بخصوص الخبر اللي طش بخصوص تصفير الحسابات بعد تحديث بيس 2026، فهذا الخبر بشكل رسمي مؤكد هذا الخبر كاذب بنسبه 100%، ويعني بتحديث 2026 حسابك راح ينتقل وياك من بيس 25 الى بيس 26 بشكل رسمي، ومؤكد اللي راح ينتقل وياك اللي هو اللواعب والنسخ والكوينز والجيبي وشكو شغله بحسابك بشكل رسمي ومؤكد. اما بخصوص اللي هو محرك اللعبه راح يكون جيل الخامس وبشكل رسمي ومؤكد. اما بخصوص الاحداث والفعاليات اللي راح تكون يوم غد الاثنين فكالعاده راح يكون هنا حدث واحد اللي هو ب50 كوينز وبس. تحياتي للجميع.